هو الهدف الذي أحرزه بوعزي في الدقيقة 52. لو نشوفوا شخصية الدراجي، أنا نظن راجل المباراة هو الدراجي صاحب التمريرة. لا قبل ما مرر شوف كيفاش تحدث، 3 مدافعين، 2 وسط ميدان ومدافع الحر اللي كان من الوراء اللي هو بالقايد. يعني هنا أعطاه حل لما الجماعة احتاجت حل فردي. التوغل نتاعو دخوله في المنطقة الحساسة، بعدين خروج المهاجم في ظهر الكرة مشات مع الترجي اللي صراحة فاز بكل استحقاق وجدارة. طيب نحن نتابع الآن أبرز لحظات هذه المباراة التي انتهت بفوز فريق الترجي التونسي بهدف دون مقابل، حرزه اللاعب بوعزي في الدقيقة 52 للمباراة. كابتن نجيب، أنت لعبت لستاد تونيزيا، لعبت الملعب التونسي، تعرف جيدا الترجي. هل الترجي زمان مثل الترجي اليوم؟ هل الترجي الذي أفرح كرة القدم التونسية فيما مر قد يفرح ربما هذه المرة في نسخة 2010؟ ممكن الترجي يبقى فريق كبير وفريق له تاريخ عريق جدا في الكرة التونسية، وحتى على مستوى المغاربي وحتى على مستوى الإفريقي. هذا الفريق وصل إلى مدينة سطيف وهو ناقص ممكن لاعب أو لاعبين، ولم يقم بتحضيرات كما كان يتمناها، واستطاع اولا لابد ان نشيد بقيمه مدرب فوزي البنزرتي الذي عرف كيف ممكن مدرب المنتخب، هو مدرب منتخب سابقا لكن في الوقت الحاضر هو في الترجي. برترام مارشان مدرب المنتخب، عرف كيف ممكن يعطي الاسلوب الناجح للفريق. الترجي الرياضي بلياقه بدنيته وحسن انتشاره وامكانياته الفرديه للاعبيه استطاع ان يزيح او ينتصر على فريق سطيف على ارضه. النتيجة 1-0 صحيح، لكن كانت ممكن تكون أثقل لو تمكن القربي واللاعب خالد العياري من تسجيل أهداف كانوا انفرادات. الترجي عودنا أنه لا يقدم كثيرا خارج أرضه، لكن ممكن أحدث المفاجأة بانتصار على فريق سطيف، ووضع نفسه في موقع طيب جدا لتخطي ممكن المستقبل والوصول إلى نصف النهائي. طيب سمعنا من جزائري، سمعنا من تونسي، الآن الرأي الوسط. هذه المباراة مدرب الفريق الجزائري قال بأنها جاءتنا ربما على حين بغتة، يعني حتى قبل بداية استعدادات الفريق الجيدة للموسم الجديد جاءت في وقت غلط، وحتى طالب بإعادة النظر في برنامج الاتحاد الإفريقي في مباريات الأندية الإفريقية. هو طبعا يعني ما نقدرش ان احنا نحكم على موضوع التنظيم الافريقي للبطوله، لان الموضوع ماشي على الكل بما فيهم دول المغرب العربي والدول الافريقيه، يعني نيجيريا مشتركه وما حدش بيتكلم على التنظيم. ولكن انا كفرقه وصلت للدور ده، المفروض ان انا عارف كويس قوي التنظيم بتاعي للبطوله اللي جايه او للمجموعه اللي جايه والدوري المجموعات ايه. المفروض ان انا عامل الجدول بتاعي التدريبي والتزويد بتاع اللياقه البدنيه بعد نهايه الموسم، عارف كويس قوي فتره الراحه اللي هاخدها قد ايه، عارف كويس قوي الفتره التدريبيه او الجرعات التدريبيه اللي هاخدها عشان اوصل للمباراه اللي انا هوصل لها لائق تماما، بحيث ان انا ما اشتكيش من حاجه زي كده. وده اللي شفناه في مباراه الترجي وفاق الصيف. وفاق الصيف تقريبا ما عملش اي جمله تكتيكيه تذكر خلال الشوط الاولاني بالتحديد، وكان عنده نقص كبير جدا في ناحيه الظهير الايسر، وده اللي خلاه كابتن نور الدين ذكري ان هو يغيره في بدايه الشوط الثاني، ولقينا تغيير الى حد ما كويس رغم قله وامكانيات اللعيبه بتاعت وفاق الصيف البدنيه والفرق الكبير اللي كان ما بين الترجي ووفاق الصيف. مره نتفرجوا في